بكم يا من تشاهدوننا في كل مكان. نحن أمام بقعة هامة جدا من تاريخ مصر، أمام المتحف القبطي، وعلى يمين الداخل بنشوف حصن بابليون، والحصن الذي شهد دخول العرب إلى مصر وعمرو بن العاص وجيشه حينما دخلوا في منتصف القرن السابع للميلاد 641 ميلادية. على الجانب الآخر بنشوف في عندنا حصن حديث جدا وهو خاص بكنيسة ماري جرجس لروم الأرثوذكس. أيضا إلى الجهة البحرية منها في بعض الكنائس الهامة جدا، أهمها كنيسة أبو سرجة والتي بها الكهف الذي لجأت إليه العائلة المقدسة حينما قدمت إلى أرض مصر. لكن احنا في الخلفية هنبتدي ان احنا نشوف المتحف القبطي. هنا اهو المتحف القبطي بجناحيه، الجناح القديم وهو القريب الى كنيسة المعلقة التي كانت مقر للبطريركية طيلة 3 قرون منذ منتصف القرن ال11 للميلاد وحتى منتصف القرن ال14 للميلاد. واجهة المتحف القبطي التي تشاهد تربط ما بين الجناحين القديم والجديد. اهم ما يميز هذه الواجهة هي انها على شكل القوقعة او على شكل الصدف. اللي يهمني ان انا اتكلم عنه هو القوقعة التي في المنتصف. في منتصفها في عندنا شكل الصليب حوالين دائرة، ثم بعد كده شكل الصدفية. المهم اللي نفذ هذه او اللي صمم هذه الواجهة هو الفنان راغب عياد في سنة 1948، واتت لتكون على نفس المدخل الخاص بمسجد الأقمر، وهي ناحية فنية توضح مدى التآخي بين المصريين جميعا. بنشوف ان في عندنا بعض اللوحات الهامة، خاصة مثلا بافتتاح الجناح الجديد في عصر او زمن الملك فاروق الاول، وايضا الافتتاح بعد التطوير. كان التطوير الاولاني في سنة 1984 في زمن الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك. ايضا في تمثال بنشوفه تمثال نصفي لمؤسس المتحف وهو مرقس سميكة باشا في سنة 1910 حتى 1944 كانت ادارته للمتحف القبطي. المتحف ايضا يزخر بمقدمة خاصة ببعض النافورات واسدين على المداخل. شكرا لكم ولزيارتكم لمتحفنا، وارجو ان تزورونا في هذا المتحف الذي يمثل نقطة من نقاط التراث المصري والتاريخ الحضاري لمصر.